دنيا. بيبدأ فيلم النهارده ببنت جميلة جدا اسمها ليا، بتبقى من أصول صينية ولكن بتبقى عايشة في مدينة اسمها سيدني. بتكون متمسكة جدا بطقوس عائلتها وتقاليدهم، وبتبقى شغالة في محل المشروب الشاي، وبتعمل شاي بالطريقة الصينية القديمة وبأعشاب مميزة جدا. وبتبقى حابة الشغل ده لأن جدتها بتكون سابت لها فلوس كتيرة علشان تفتح المحل ده، وإنها وعدتها إن هي هتنجح في الشغل ده. ولكن بتكون ليا عندها ديون كتيرة جدا لأنها بتعمل الشاي بطريقة قديمة، والجيل اللي هي عايشة فيه ما بيحبش يشرب الشاي بالطريقة دي. وميسون يبقى البيست فريند اللي بيكون بيشتغل مع ليا، وبيعرفها ان الالتزام بالعادات والتقاليد ده مش هيسدد الديون اللي عليهم ولا هيدفع الفواتير اللي عليهم. وبعد ما بيدي ليها كلمتين كده بيرجع يصبرها على العيشة اللي هي عايشاها دي، وبيدي لها امل. بعد كده بيعرفها ان خطوبة اختها بكرة ولازم تستعد عشان تسافر وتحضر معاها الخطوبة. وليا بتبقى متحمسة جدا وبتفكر هتعمل ايه بصفتها اخت العروسة، وتقدر